يا صباح الورد، يا صباح الفل. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال يا رب العالمين. النهارده فيديو جديد ويوم جديد، يا رب كده يجعل يومكم كله خير وبركه وصحه وسعاده. بشكركم جدا على الدعوات الحلوه اللي بتوصلني منكم. بشكركم جدا على كلامكم الحلو اللي مشجعني ومخليني استمر، وبيكم ان شاء الله قناتي هتكبر باذن الله. النهارده اول حاجه بقى، انا كده صحيت من النوم يا بنات، وفطرت الحمد لله وشربت الشاي. قلت بقى ادخل بقى على الاوض بتاعه الولاد. انا نظفت الشقه قبلها بيوم، بس ما كنتش عملت الاوض بصراحه. جيت على حد الاوض وخلاص بقى انا تعبت جدا. فقلت الحمد لله لحد كده، بقى بكره الصبح اكمل. فخدت كده الاوض كده مع الغدا النهارده، فقلت حبيت يعني اشارك معاكم. الشمس جميلة جدا جدا النهاردة، وحلوة جدا الشمس طالعة كده، وبحب افتح الشبابيك الشمس تدخل في كل مكان في البيت. هحط بقى البطانية في الشمس وهنغير مع بعض الملايات. هنا عايزة ارد على سؤال كان جايني على المساحة بتاعة الاوض. المساحة بتاعة الاوض يا بنات 3 في 3. السرير اللي انا حطاه ده كنت عاملاه عمولة، بس هو اطول من 2 متر، لان كان معمول عمولة يعني وكده. فعايزة يعني اخد رأيكم في حاجة. الناس اللي حاطة سرير 1.20 متر في الأوضة وحاطة دولاب، هل في مساحة ان انت تعرفي تتحركي؟ ولا انا رأيي يعني ان انا هجيب سريرين، يكون السرير متر ودولاب متر ونص وكومود كده صغير ما بين السراير. شاركوني كده الرأي وايه رأيكم، واكتبوا لي في الكومنت هل انتوا حاطين في الأوض دي، الناس اللي قاعدة يعني في العبور وقاعدة في شقق الإسكان، حاطين سراير 1.20 متر ولا حاطين سراير متر؟ وهل لو حاطين سراير 1.20 متر يعني في مساحة كويسة ان انتي تقدري تتحركي ولا لا؟ عرفوني واكتبولي يا بنات قبل ما اجيب الأوض، عشان انا ناوية ان شاء الله اجيب السراير صغيرة تكون متر، عشان اسيب مساحة يعني ان احنا نعرف نتحرك وكده، ونعرف نحط الدولاب كمان. انا بقى خلصت الأوضة وكنست كمان، بقت زي الفل، لانها ما فيهاش حاجات كتير اصلا، ما فيهاش شغل كتير. تمام. وانا كمان يعني مش بسيب حاجة، فانا دايما بعمل اول باول كده على طول، وبنضف تحت السراير فمش بخلي حاجة ان شاء الله. ربنا يدينا الصحة يا رب والعافية. وكمان خلصت اوضة بنتي، وهندخل بقى على المطبخ. حبيت اصور المقطع ده للناس اللي سألتني عن فيديو. الفيديو بتقولي ممكن يعني تصوير الحمام والسيراميك الشقة، وسقيت الشقة بايه دوت المادة اللي انا ساقيه بيها السيراميك بتاع الشقة. لان لما جبنا الحمام، لما جبنا الراجل اللي عمل لنا الحمام، آه، الراجل فرغ كل البلاط بتاع الشقة وسقى البلاط بمادة بصراحة ما كانتش كويسة. فلما جيت امسح كل شوية بمسح المادة بتطلع. فديت المادة اللي انا جوزي جابها بصراحة، وهو اللي عمل لنا، جوزي اللي عمل الشقة، والحمد لله كل ما امسح الحمد لله زي ما هي ثابتة. تمام. بعد ما خلصت كده، وبالنسبة للفيديو وبالنسبة للسيراميك بتاع الحمام، انا منزلة فيديو للحمام كامل بتكلم فيه عن الحمام والمشاكل اللي قابلتنا في الحمام وشكل السيراميك. هنا كافئت نفسي بقى وعملت كوباية شاي، كوباية نسكافيه. وبعدين ولادي عايزين ياكلوا كنتاكي، فانا بصراحه ما بروحش اشتريه من بره خالص يا بنات. انا جبته مره من بره، بس بصراحه ما عجبنيش ولا طعم ولا سوى ولا اي حاجه. في عمري كل ده يعني كلته مره واحده بس من بره. بس انا بحب بصراحه اعمله في البيت للولاد بنظافه واهتمام وسوى. وانا عارفه يعني انا عاملاه ازاي. جبت فرخه من الراجل بتاع الفراخ اللي في شارع المهندس، في محل بتاع فراخ فاتح يا بنات، ما تقلقوش يعني، جنب البيت. قلت له روحي، قلت لابني روح هات لي بقى فرخه منه من هناك تكون فريش وصبحه كده. كل ربع يا بنات للفرخه انا بقسمه على 3، يعني الورك بقسمه على 3، الدبوسه لوحدها، والحته العريضه دي بقسمها على 2، وكمان الصدر الوركي الكتف يعني بقسمه كمان على 3، والجناح لوحده عشان تستوي كويس. حابة ادردش معاكم هنا في الكومنتات، يعني فيها ناس بتسألني اسئلة كويسة جدا. بس قبل ما ارد على الاسئلة هقول لكم انا عملت المحلول بتاع الفرخة ازاي. ملح وخل وليمون وطحينة ودقيق. وهننقع بقى الفرخة وهنسيبها بقى شوية في المحلول بتاعها ده. وهرد على سؤال جاني كويس جدا يا بنات والله، يعني سؤال
مهم وعايزة ارد عليه. هي بتقولي العبور احلى ولا الشروق، وهل ينفع لو الزوج يعني استلم الشقة باسمه ينفع الزوجة تقدم، والاعلان اللي جاي امتى والكام؟ اولا لما بتقدمي على الشقة بتقدمي تبع المحافظة اللي انت فيها، لان العبور تبع القليوبية والشروق تبع القاهرة، فانت لو في القاهرة هتقدمي عادي في الشروق، ولو تبع القليوبية هتقدمي في العبور. تمام. ولو جوزك استلم الشقة اللي هو مقدم فيها، حضرتك مش هينفع ان انت تقدمي، عشان خاطر في اوراق اللي هي زي القسيمة وكده ديت بيثبتوا بيها ان هو متزوج وكده، فبيبقى عارفين يعني، فحضرتك مش هتقدري تقدمي. بالنسبة للاعلان الجاي وامتى، الله اعلم والله، ما عنديش فكرة وكده، بس حبيت ارد عليكي برضو. هنا قبل ما ادخل في الكومنت التاني، هنا حطيت انا في المية، جبت شوية مية التتبيلة بتاعت الفرخة، جبت شوية مية وحطيت بهارات فراخ وفلفل اسود وشوية من 7 بهارات وتوم باودر وبصل باودر وملح بس، وشطة للي حاببها تبقى سبايسي يعني. تمام. هنا بقى دوبت كل حاجة، وبعدين هحط الفرخة في التتبيلة بتاعتها وهسيبها شوية. بس كده رديت عليكم. في السؤال ده كان كويس جدا والله، وحبيت ارد عليه. وكمان اللي هو سيراميك الحمام، انا عامله فيديو زي ما قلت لك الفيديو اللي قبل ده لسيراميك الحمام، آه، انا متكلمه فيه عن العيوب اللي قابلتنا في الحمام. وفي مكان يا بنات في الحي الاول اسمهم ولاد شبانة، معروفين جدا هناك، بيبيعوا السيراميك بتاع الاسكان الاجتماعي. يعني انا لما غيرت سيراميك في الحمام رحت جبت من عندهم، وحتى سيراميك الحيطان كنت احنا شايلين 2 بلاطة او 3 من الحيطة الاسكان الاجتماعي. انت بتقولوا لهم احنا تبع الاسكان، وبتقولوا لهم كمان انت في حي ايه. فالياقوت او الماسة او كده هم بيبقوا عارفين السيراميك بتاع الشقق، فهيديكي السيراميك اللي موجود عندهم، وكمان انت بتوريهوله فبيديكي زيه بالظبط. عندهم كل حاجة متوفرة للي حابب يعني يغير السيراميك او شال بلاطة او 2 وعايز زيه بالظبط. احنا رحنا جبنا من هناك. تمام. هنا بقى هنعمل المكرونة، هعمل مكرونة مع الفراخ، وهعمل كمان الصلصة. هنا بقى في سؤال ممكن اسألك على الترابيزة الصغيرة فين وبكام، والترابيزة الانتريه كمان. عايزة اقول لكم ترابيزة الانتريه ال3 ترابيزات اللي هما في الصالة الصغيرين دول طقم واحد، ال3 جايين يعني مع بعض طقم واحد، هو طقم ترابيزات واحد كده، بس انا اللي موزعاه في الصالة كده، حتى واحدة عند الكنبة وواحدة في النص عند الانتريه، واحدة الصغيرة اللي انا حطاها في الكنبة. دولت يا بنات انا مش شاريهم لوحدهم، دوت الطقم ده جاي مع الانتريه، كنت شارياهم هما محطوطين لما رحت المعرض. هما كانوا موجودين مع الانتريه تبع داخلين في الحساب بالانتريه. كنت جايبه الانتريه بالترابيزات ب38,000. ايه تاني كنت جايباها منين؟ كنت جايبه الترابيزه الانتريه بالترابيزه كانت دمياط عامله معرض في الشيخ زايد اسمه معرض دمياط. رحت هناك وكمان عجبني الانتريه، واخترت اخترت الانتريه يعني، وهم عملوه في دمياط واستلمته بعد 15 يوم، اسبوعين بالظبط. ايه تاني؟ هنا بقى خلصنا المكرونه والسلطه والصلصه، وكمان هنعمل شويه سلطه. حد بيسألني هنا يا بنات ايه الفرق ما بين الخلفي والامامي، وبرضو ترابيزة الانتريه منين والسعر كام. رديت انا على ترابيزة الانتريه زي ما قلت لكم، كانت داخل الانتريه وجبتهم ب38,000. بالنسبة للخلفي والامامي انا بحب الخلفي، لان الخلفي على الجناين وعلى الاشجار وكده يعني، فانا بحب المنظر الطبيعي. الامامي بيبقى على الباركن وواجهة العمارة، بس هو ده الفرق يعني. فالحمد لله، يا رب يدي كل واحد ما بيتمنى يا رب العالمين. هنا بقى عايزه اركز معاكم في الخطوه دي يا بنات. هنا بعد ما خدت الفرخه طلعتها في حاجه من التتبيله بتاعتها،
حطيتها بقى شويه كده في الدقيق وهرجع تاني. بصوا الخطوه دي، هرجع تاني احطها في الميه. عايزه اقول لكم الطريقه دي والله العظيم انا معتمداها في الكنتاكي، ما بغيرهاش خالص. ولادي يقولوا لي كنتاكي يا ماما هي الطريقه دي، ما عنديش طريقه تانية، ولا يعني جربت كذا طريقه، بس بصراحه دي يعني دي احسن طريقه انا جربتها ومعتمداها ما بغيرهاش. خدت كده الفراخ من الميه، حطيتها مره في الدقيق ورجعتها تاني مره في الميه، وبعد كده رجعتها تاني في الدقيق. الدقيق ده عباره عن دقيق، 3 معالق نشا، نص معلقه من كربونات الصوديوم، اللي هي الكربونات اللي بنحطها على الملوخيه يا بنات. تمام. بس وعباره عن فلفل اسود وبهارات فراخ، بس ما بحطش حاجه تاني في الدقيق. وهقلب بقى الفراخ من تحت لفوق كده عشان تاخد معانا الكرمشه اللي هي بتاعت كنتاكي بتاعت بره دي. هنا يا بنات الزيت ما يكونش يعني سخن جدا ولا يكون بارد، يكون في المتوسط. تمام. هنفض بقى الفراخ من الدقيق، وهنزلها في الزيت كده، وهسيبها محركاش غير لما تاخد اللون. درجة الحرارة تكون وسط، ولا تكون عالية ولا تكون النار واطية، يعني لان لو واطية هتشرب زيت ومش هتبقى كويسة، ولو عالية هتتحمر بسرعة ومش هتبقى مستوية من جوه. هسيبها بقى اغطيها. بصوا لازم تغطوها كده يعني بالغطا زي ما احنا شايفين كده، مش هنغطيها غطا كامل عشان ما تعملش يعني بخار او كده يعني. فهنغطيها كده بس، وبعد كده هنقلبها لحد ما تاخد لون. كان في حد يا بنات بيسألني على حجم الشاشة اللي بره، حجم الشاشة 43. يا رب كده اكون رديت على بعض الاسئلة وافدتكم ان شاء الله. لو في اي استفسار اي سؤال اكتبولي في الكومنت وانا هرد عليكم. انا مش عايزه حد يزعل ولا يكون زعلان مني ان انا مثلا ما بردش على الكومنتات او حاجه، لان انا برد والله على الجميع. وان شاء الله هو ده محتوايا، ان انا ارد عليكم وافيدكم، وكمان اخد منكم معلومه وتاخدوا مني معلومه، لان احنا يعني القناه بتاعتي ان شاء الله هتكبر بيكم ومعاكم، وانتوا احلى اخوات في الدنيا والله. وانا مبسوطه جدا جدا بكلامكم الحلو اللي انتوا بتكتبوه لي في الكومنتات، ودعواتكم الحلوة اللي بتوصلني. وهنا بقى وصلنا لآخر الفيديو، وده كان غدانا النهاردة. اللهم ديمها نعمة يا رب واحفظها من الزوال. جربوا الطريقة دي يا بنات هتعجبكم جدا. اشوفكم في فيديو جديد وروتين جديد مع شيماء يزيد والعبور الجديدة، والسلام عليكم ورحمة الله.